كانت عبير فنانة موهوبة تمتلك روحا حرة وقلبا ينبض بالحياة، لكن خلف تلك الابتسامة المشرقة كانت تخفي عوالم من الاضطرابات والتناقضات، عوالم تشكلت بفعل الاضطراب الحاد للشخصية. ومنذ صغرها كانت عبير تعيش مشاعر شديدة ومتطرفة، لحظة سعيدة قد تتحول في لمح البصر إلى كآبة عميقة ودقيقة من الغضب يمكن أن تدمر علاقات استمرت لسنوات. كان الأمر أشبه بقلبها يتأرجح بين أقصى نقطتين على بندول لا يعرف الاستقرار. وفي علاقاتها كانت عبير تنتقل بين المثالية التامة والتقليل من شأن الآخرين بشكل جذري. اليوم قد ترى في صديقاتها المقربة ملاكا لا تشوب شائبة، وفي الغد قد تراها خائنة وعدوة لدودة، حتى ولو لم تفعل شيئا يبرر هذا التحول. هذه التقلبات الشديدة كانت ترهقها وتنهك من حولها، تاركة وراءها سلسلة من العلاقات المحطمة. كانت نوبات الغضب المفاجئة جزءا لا يتجزأ من حياتها. قد تشعر بالغضب الشديد لأتفه الأسباب وتنفجر في صراخ أو تحطيم أشياء، ثم تندم ندما شديدا بعد ذلك. شعورها بالفراغ الداخلي كان يؤلمها أكثر من أي شيء آخر. كانت تحاول ملء هذا الفراغ بكل الطرق الممكنة: علاقات عابرة، إدمان التسوق، أو حتى محاولات إيذاء الذات كوسيلة للتعامل مع الألم العاطفي الشديد الذي كانت تعيشه. وفي إحدى الليالي وبعد شجار عنيف مع أختها التي كانت تحاول دائما دعمها، انهارت عبير وشعرت أنها وحيدة تماما في هذا العالم، وأنها عبء على كل من حولها. هذه الليلة كانت نقطة تحول لأول مرة. اعترفت لنفسها ولأختها بأنها تحتاج إلى مساعدة متخصصة في اضطرابات الشخصية. كانت الدكتورة تتمتع بصبر غير عادي وفهم عميق لطبيعة اضطراب الشخصية الحدية. بدأت عبير جلسات العلاج السلوكي الجدلي الDBT، وهو علاج مصمم خصيصا لمساعدتها على تعلم مهارات جديدة للتعامل مع مشاعرها وسلوكياتها. في البداية كانت الجلسات صعبة ومؤلمة. كانت على عبير أن تواجه مشاعرها العميقة من الخزي والذنب والغضب. كانت التمارين تتطلب منها تدوين مشاعرها والتفكير في ردود فعلها وممارسة تقنيات اليقظة الذهنية. كانت هناك أيام تشعر فيها باليأس وتظن أنها لن تتغير أبدا، لكن الدكتورة كانت هناك لتذكرها بالتقدم الذي تحرزه ولتشجعها على الاستمرار. تعلمت مهارات جديدة: اليقظة الذهنية وتحمل الضيق وتنظيم العاطفة وفعالية العلاقات الشخصية لتحسين طريقة تعاملها مع الآخرين. تعلمت كيف تعبر عن احتياجاتها بوضوح، وكيف تضع حدودا صحية، وكيف تتعامل مع الصراعات بطريقة بناءة. وأصبحت قادرة على الحفاظ على وظيفة بدوام كامل، والأهم من ذلك أصبحت تتقبل نفسها، وأدركت أن اضطراب الشخصية الحادية ليس ضعفا في شخصيتها، بل هو تحدي يمكن إدارته والتعافي منه. النهاية: رحلة عبير أثبتت فيها أن الشجاعة الحقيقية لا تكمن فقط في مواجهة العالم، بل في مواجهة الذات والعمل على تغييرها. حتى لو كانت طريق وعر ومليء بالتحديات، لقد وجدت عبير أخيرا طريقها الخاص نحو السلام الداخلي والاستقرار.